وقصتنا النهارده للأسف قصة حقيقية لشاب سافر يشتغل في إحدى دول الخليج في قهوتك الجميلة، ويلا بينا يا صاحبي نفهم القصة. وقصتنا بتبدأ بعاصفة رملية في الصحراء، والجمال بنشوفها وبتطلع تجري، وفي نفس المكان بالليل بنشوف واحد شعره طويل وشكله أسود زي العبد، وهو بيشرب من الحوض اللي بيشرب منه الأغنام. وعشان نفهم قصة الشاب ده بنرجع بالزمن شوية، وبالتحديد في المطار مع شخص اسمه نجيب، وهو بيتحقق منه ضابط الجوازات عشان يختم له ختم الدخول. ولما سأله الضابط عن مهنته ما عرفش يرد لأنه ما بيعرفش عربي، فبسرعة بيجيله صاحبه حكيم واللي جاي معاه برضه، واللي بيكون حافظ له كلمتين إنجليزي، وبيقول للضابط إن هم جايين يشتغلوا مساعدين في شركة، وبعدها بيخرجوا يدوروا على أي حد مستنيهم من الشركة، ولكن للأسف ما بيلاقوش حد مستنيهم، فبيتصلوا على المكتب اللي هم جايين عليه، بس للأسف ما حدش بيرد لأن النهارده الجمعة وأجازة. فطمنهم عامل هندي شغال في المطار، وقال لهم أكيد إن الكفيل هيجي لهم وهياخدهم. فخرجوا بره المطار عشان يستنوا الكفيل، ووقتها بيعرفوا ان العشاء أذنت، وبيبقوا عايزين يتصلوا باهاليهم عشان يطمنوهم عليهم ان هم وصلوا بالسلامه. وفي نفس الوقت بيشوفوا واحد بيدور على حد في المطار، فبيفكروا ان هو كفيلهم، وهو لما شافهم تايهين راح لهم وسالهم اذا كان في حد منهم اسمه عبد الله، ولكنهم للاسف برضه مش فاهمينه فما ردوش عليه، فبيتعصب عليهم وبيسيبهم ويمشي. وبعد شويه بيرجع لهم تاني لما لقاهم تايهين، وخد منهم جوازاتهم ومشي، فبيفكروا الكفيل بتاعهم وبيمشوا وراه، وخد منهم الشنط وحطها في العربيه. وقتها نجيب بيسأله على ميه يشرب، بس الكفيل ما فهمش كلامه وقال لهم يركبوا في العربيه من ورا، فنجيب ما فهمش كلامه وراح يركب قدام، فقال له اركب ورا وهو بيزعق لهم. فحكيم قال له هو الراجل ده ليه متعصب كده وعمال يزعق فينا؟ وبيكونوا متضايقين جدا ان هم بيركبوا ورا، ولكنهم بينبهروا جدا بالاجواء، ولان الطريق كان طويل والوقت اتاخر، فكانوا عايزين يتصلوا باهلهم عشان يطمنوهم. وراح يطلب من كفيله، فقال له اقعد الله يخرب بيتك وبطل كلام الشرطه هتقفشنا. وفي نفس الوقت بيعدي عليهم كفيل تاني، وهو بيتريق على اللي شايفه، وهو بيقول له واخدهم فين على السوق ولا ايه؟ ولان الجو بدا يبرد فبدا يدفوا نفسهم، ومن شده تعبهم بيناموا، وبيفوقوا يلاقي نفسهم في الصحراء القاحله، والكفيل بينزلهم بنبرته الحاده وبيقول لهم ان ده مكان شغلهم، ولانهم مش فاهمين ونزلوا شنطهم، فقالوا له ان الشركه قالت لنا ان السكن في المدينه، واحنا دلوقتي عايزين نكلم اهالينا عشان نطمنهم. اما الكفيل فبيصدر لهم الطرشخ ولا حياه لمن تنادي، وبيزعق لنجيب وبيطلب منه يرجع العربيه تاني، وبيروح لصاحب المزرعه الموجود في نفس المنطقه واسمه ابو خالد، وبيديله حكيم وبيقولوا نخليه عنده لبكره الصبح. ولما حس حكيم ونجيب ان هم يتفرقوا عن بعض، بدأ هما الاتنين يتوتروا، وحاولوا برضه يفهموهم ان هم جايين مساعدين في شركه، وان هم لازم يكونوا موجودين مع بعض، وبالعافيه وبكل قسوه بيدخلوا حكيم وبيقفلوا البوابه. اما الكفيل فبيرجع لنجيب وبيضربه، وهو بيأمره انه يركب العربيه، وبياخد نجيب لمزرعه تانية وصاحبها واحد اسمه جاسر، وبيسيب نجيب وبيمشي وهو بيقول له ان ده مكان شغله. فبيضطر المسكين يدخل وهو تايه ومتردد لان الكفيل سابه ومشي وما عندوش حل تاني. حتى جاسر هو كمان سابه ودخل لان الجو برد، وهو بيقول له ان ده وقت النوم. وقتها بيشوف هند عجوز قاعد في جنب لوحده، وهو بيحاول يدفي نفسه من البرد، ولما شافه تايه قال له انت ايه اللي جابك هنا؟ وواضح كده ان الراجل ده هو النسخه الاولى من نجيب، فقال له جاي عشان اشتغل وبيطلب منه يشرب ميه، فشاور له على التانك الموجود في المزرعه. فراح نجيب يشرب بسرعه لانه هيموت من العطش، ويا دوبك لسه بيقعد وبياخد نفسه ويفهم ايه اللي بيحصل له، لقى الجمل بينفخ في وشه، فطلع المسكين يجري وهو خايف، وبيرجع تاني للعجوز اللي نايم في البرد، وبيساله هنام فين؟ اكيد يا مسكين هيكون مصيرك زيه. فقال له شوف لك حته تدرى فيها، ولان العاصفه كانت شديده والجو برد فاتجرأ ودخل خيمه جاسر عشان ينام فيها، وبكل عفويه فرش ونام جنبه. ووقتها بيرجع للماضي وهو بيفتكر ازاي وليه سافر، وبنعرف ان هو كان شغال في اعمال البناء وبيستخرجوا الرمل من تحت الميه. وقتها صاحبه بيعزم عليه بسجاره وبيقول له ان جوز اخته بعتها له من الخليج، فقال له ماشي يا سيدي والع معاكم مع جوز اختك، طب ما تكلمهن يشوف لنا تاشيره لاخوك هنا بيكح تراب، بس اهم حاجه التاشيره ما تكونش غاليه. فقال له سيبها على اخوك ما تقلقش خالص، ده التاشيره ب30,000 روبيه بس، وهناك يا معلم هتجيبهم في شهرين. ولكن ال30,000 كانوا كتير على نجيب، وعشان كده بيفكر يدهم بيته. فقال له طب انا طالع من 5 ابتدائي هشتغل ايه هناك؟ فقال له هوصي عليك واشغلك سفير. هو ده سؤال يعني؟ اكيد هتشتغل عامل. وبالفعل صاحبه على طول بياخده لجوز اخته، ونجيب بيديله الفلوس وهو بيقول له بالله عليك يا راجل انت ما تعرفش الفلوس دي جايه منين، انا بعت دهب مراتي وكل ممتلكاتي وكمان رهنت البيت، فبالله عليك مش عايز اتخزوق وارجع لهم ايد ورا وايد قدام. وقتها كمان الراجل بيتقمص، ونجيب هو اللي بيتحايل عليه عشان ياخد الفلوس. وهنا بنشوف والدة نجيب وزوجته ساينو، وهما بيحلموا بالثراء الفاحش بتاع الخليج، وان هما بياكلوا لحم الجمال واللي كان اخوها جابه لها مره في زياره. وبنعرف ان ساينو لها 2 اخوات في السعوديه، وزعلانه منهم لانها كلمتهم كتير على تاشيره لجوزها، بس للاسف مفيش حد منهم عبرها، والمسكينه عايشه على اول حواله ماليه من نجيب عشان بس تجيب صينيه نحاس. ولما نجيب بيرجع بيزود احلامهم اكتر، وبيقول لهم من النهارده كل اسبوع هيبعت لهم راس معزه مع صاحبه محمد، وده لان المدام حامل وعايزه تتقود، وكمان دي مش اي زوجه، ده زوجة واحد مغترب في الخليج. وللاسف نجيب بيفوق من ذكرياته السعيده
على جزمة جاسر وهي بتصحيه، وبيشتمه وبيطرده بره الخيمة لأنه فكر بس ينام جنبه، ورماله شنطته كمان بره الخيمة، وهو بيقوله لو كررتها تاني هكسر لك رجليك. فبيخرج نجيب في عز البرد، وبيفوق تاني يوم وهو في العربية على صوت المعيز، والعجوز الهندي بيحلبهم. فراح له نجيب وسأله عن اسمه، فقال له والله يا ابني ما انا فاكر، وبيديله الحليب وبيقوله دخله الجاسر، ولانه كلمه بلغه تانية غير لغته ما فهمش كلامه ورفع الحليب على بقه واحد. فقال له الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه، مين اللي قال لك تطفح؟ فقال له ما انت اللي قلت لي. فعباه له تاني وقال له دخله للكفيل جوه، وبالفعل بياخده وبيروح لجاسر اللي قايم من النوم زي الملاك وبيحمد ربنا وبيدعي لنفسه ربنا يحفظه من كل شر. يا اخي ربنا ياخدك انت والظلمه اللي زيك. وبعد ما طفح اللبن كله قال له ارجع بقى للهندي يعرفك كل حاجه، لان دي هتكون شغلتك من بعده. ولان نجيب طبعا مش فاهم هو بيقول ايه، فجاسر قال له بقول لك ايه، اطلع من دماغي انت صدعتني كفايه جرجر جرجر، وبيطرده كمان بالخيمه. وقتها نجيب بيترجاه وهو بيقول له انقذني، انا جاي هنا عشان اشتغل في شركه وبعت كل اللي ورايا واللي قدامي عشان اجي هنا، وترجاني يسيبه لوجه الله، ولكنه بكل قسوه بيزق وسط الغنم. ولما شافوا الهندي العجوز بيعيط قال له لا استرجل وانشف كده، ده لسه بدري قوي على العياط. واستمع وقاعد وحزين بتوصل عربيه الكفيل. فالكفيل اول ما شافه قدامه شايله العلف، ونجيب قال له تاني على التاشيره والشركه اللي جاي عليها، وانه كان متفق يسكن في غرفه مكيفه واكل كويس. لا ما تقلقش خالص يا نجيب يا اخويا، من ناحيه التكييف فانت هتتكيف. وبيترجاهم تاني ان هو يكلم عيلته، فبيتعصب عليه الكفيل وهو بيقول له دخل الكيس والا هولع فيك. ودخل المسكين جوه وهو بيعيط لانه لا فاهمهم ولا هم فاهمينه، وبيروح له جسد عشان يديله هدوم الشغل. فراح لهم المسكين تاني وهو بيترجاهم انه يسمعوه لانه راح بيته عشان يجي هنا، ولكن للاسف بيتريقوا عليه لانهم مش فاهمينه. فبيرجع بسرعه للشنطه بتاعته بيجيب جوازه وعشان يعرفهم الشركه والمبلغ اللي اندفع هناك. وللاسف الحيوان بيقطع الجواز، والله حتى الحيوان ارحم، ولما حاول يمنعهم زقوه وقال لجاسر ولا تشغل بالك بيه، الغربال الجديد بس ليه شده وبكره هيتعلم كل حاجه. اما المسكين فبيمسك جوازه وهو مقهور ونفسه يصرخ من الألم اللي جواه، بس للأسف محدش هيسمعه في الصحراء دي. وبيدخل جاسر والكفيل الخيمة وبيخبزوا التميس وبينادوا على نجيب عشان ياكل، ولأن المسكين مات من الجوع فقعد ياكل في الخبز بكل شراهة. والحيوان التاني بيقول له مش قلت لك جعان، عشان كده بيصيح. أما هو فبياكل ومفطور من العياط على مستقبله اللي ملوش ملامح والظلم اللي بيتعرض له. وبعد ما كل وشبع راح للعجوز وسأله عن اتجاه الطريق الرئيسي، فقال له والله يا ابني ما أنا عارف. فبتزيد صدمته أكتر وأكتر، وبالليل بنشوفه في عربية خردة وهو بيحاول يلملم اللي باقي من جوازه، وبيفتكر مراته اللي مش قادر يوصل لها ونفسه يقول لها إنه محاصر ومش قادر يوصل لها، وبيهون على نفسه بإنه بيكتب لها رسالة وهو بيبص للقمر وهو بيفتكرها لما كانت بتقول له لو مش هتقدر تتصل بيا فكر فيا لما تشوف القمر، وقد إيه كانوا طايرين من السعادة إن ربنا استجاب لدعاهم وإنه أخيرا هيسافر عشان يقدروا يحققوا أحلامهم البسيطة، واللي هي كانت غرفة خاصة بيهم ومش قصر ولا فيلا، ويقدروا يعلموا ابنهم في مدرسة كويسة. وبيقول لها ان المولود لو ولد هيسموه نبيل ولو بنت هتكون صفيه. وفي النهايه بتودعه والدته ومراته وهي بتقول له خد بالك من جوازك كويس وروح يا ابن قلبه ورب راضين عليك. وبتودعه زوجته بدموع الفراق واللي هي بتكون اصعب لحظه على المغترب، فبيوصي والدته على مراته وبيودعه كمان صاحبه الفقري وهو بيقول له انت مسافر بشنطه صغيره، عايزك تكون راجع لنا بشنط محمله بالهدايا. يخرب بيت نقك او الراجل نايم في الصحراء. وبيوصوا الغلابه التانيين يشوف لهم تاشيره، حتى والده حكيم هي كمان بتوصي عليه وانها جات له من بلد تاني عشان تركبه نفس القطر اللي هو راكب فيه عشان هتكون مطمنه على ابنها اكتر معاه. وفي النهايه بيفارق الاحبه على امل مستقبل مشرق، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن وبتشرق عليه الشمس في قلب الصحراء القاحله اثناء ما هو بيلبي نداء الطبيعه وسط المعيز، لحد ما بيتفاجئ بالكفيل بيضربه وبيشتمه لان شافه بيغسل بالميه وهو بيقول له حكها في اي حيطه لانه بيدفع في الميه فلوس. ووقتها الهندي بيعرفه ازاي يتصرف، فبيعيط من الحزن على نفسه وهو بيشتمه. وبيوصل باكستاني عشان يعبي لهم ميه، فراح له واستأذنه ياخده معاه في عربيته. وقتها الحيوان الكفيل بيدخل عليهم وهو بيقول له بيطلب منك ايه؟ فالباكستاني قال له ما في معلوم، لانه لو قال له هما الاثنين هيتنفخوا. وللاسف بيلع عقله وبيضربوا بيه، ونجيب بيعيط وهو بيقول له سيبني امشي. ولما المسكين بس مسك العيال منه فقال له بقى بتتحداني يا حقير، طب هوريك دلوقتي. ورجع له المجنون بالبندقيه وهو بيقول له هقتلك يا حيوان. فبيمسك منه سلاح وهو بيقول له ما قلتلوش حاجه، فبيفضل يضرب فيه لحد ما بيفقد الوعي، وبيفوق يلاقي الميه اللي وقعت من الخزان ماشيه جنبه، وللاسف مش قادر يقرب لها. فبيفتكر ايام الدلع والشقاوه لما كان بيبلبط براحته في الميه، لانه كان وقتها حر نفسه ولان كان بيته قريب من الميه ومراته كانت بتخاف من البحر، فخدها ورماها في الميه عشان تتغلب على خوفها. وبالفعل بتتغلب على خوفها بوجود حبيبها جنبها، وبيبلبطوا هما الاتنين زي الشبار في قلب الميه وهما الاتنين في قمه سعادتهم. وانه اي نعم كان عايش في فقر، ولكن الحب والسعاده اللي كان بيعيشها مع مراته كانت بتنسيهم فقرهم. وبيفوق من ذكرياته للمره التانيه من البحر للصحراء، بس المره دي بيكون فيها وحيد وجنبه الجمال وفوق الشمس اللي بتحرقه، فبينهار من العياط وهو بيفتكرها وبينادي باسمها بأعلى صوته.
وبالليل بيروح للهندي من تاني وبيسأله بقاله موجود هنا قد ايه، فسودها في وشه اكتر وقالوا اللي بيدخل هنا ما بيعرفش يخرج، فبدأ يتأكد انه هيندفن في مكانه. وتاني يوم الصبح بيفوق على صوت جاسر وهو بيصحيه عشان يحلب المعيز ويجيب له اللبن، وهو بيتريق عليه وبيقول له ناموستك كحلي، فقال له دول بيتحلبوا ازاي وازاي يقول له الكلام ده انا دلوقتي. ولما جه يحلب الخروف بيرفصه، وقتها بيسأل عن العجوز الهندي بس هو طبعا مش فاهمه، وبدأ يعلمه ازاي يحلب بدون ما يترفص. وفي نفس الوقت بنشوف حرب شرسة بين اتنين خرفان، وللأسف المسكين بيحاول يتدخل بينهم عشان يفض الخلاف، وللأسف دي كانت نهايته، فرموه وسطهم ولسه يا دوبك قام بياخد نفسه، ولأنه موطي راسه في الخروف بيفكروا بينطحوا، فنطحوا وجاب أجله. وقتها بيظهر الكفيل وهو بيقول له أنت بتعمل إيه يا غبي، وعشان يبعدهم عنه فضرب طلقة في الهواء، فالقطيع كله بيجري بعيد عنه، وأثناء ما هو مغمى عليه بيروح له الكفيل وبيصحيه برجله، ولانه ما فاقش فكب عليه نص كوبايه ميه، لا نص ايه ده معلقه ميه، فبيطلب نجيب منه الميه يشرب، وفجاه الحيوان بيشد منه الميه وهو لسه ما كملش شربه، وبيطلب منه يرجع المعيز، وهو بيقول له مش هديك نقطه ميه تاني الا لما تجيبهم. فقام المسكين على عينه وهو بيقول له انا تعبان ومحتاج اروح المستشفى، فقال له مستشفى دي ابو مستشفى، وكان هيضربه تاني. فمشي المسكين وهو مش قادر وهو بيدعي ربنا، ومن رحمه ربنا في نفس اللحظه بتجيله معزه وهي بتمقمق له وكانها بتقول له خليك انت وانا هجيبهم لك، ووقفت مكانها وفضلت تمقمق لهم على اخرها، فالقطيع كله بيرجع من تاني، وقتها دموعه بتنزل من الفرحه وهو بيبص للمعزه لانه اتاكد انها اللي جمعتهم، فراح لها وحضنها وقعد يبوس فيها وهو منهار من العياط. وسبحان الله فعلا الحيوان كان ارحم من البني ادم. وبيمر الزمن وبنشوف نجيب بيتاقلم على الوضع اللي هو فيه، وبيشوف العربيه واقفه فبيروح يشوف نفسه في المرايه، فبيتصدم وبيزعل على نفسه اول ما بيشوف وشه، بس الحيوان حتى ما بيلحقش يهنيه على حزنه وبيكسر له المرايه، وهو بيقول له من جمالك قوي بتبص في المرايه، فخد المرايه المكسوره وحاول يشيل اللحيه وهو منهار من العياط لانه ما بقاش عارف هو بقاله كام سنه هنا، وبينهار من العياط اكتر وهو بيفتكر والدته وهو بيقول لها ابنك تعبان يا امي، ومن شده الظلم اللي اتعرض له فكر انه ينتحر من على الجبل. وقتها بيتفاجئ بالطيور الجارحه ملمومه على جثه، وكانت الصدمه لما اتاكد ان العجوز الهندي وحاول يمنع الطيور عنه بس ما قدرش لان الطيور كانت اقوى منه، فبيرجع لمكانه وبيحضن اخر ذكرى من والدته وهو برطمان المخلل اللي كانت مدياهوله، وفي نفس الوقت بيقرر انه لازم يعيش وانه لازم يرجع لو حتى هيموت، ما هو كده ميت وكده ميت. وتاني يوم الصبح واثناء ما هو بيرعى الغنم بيسيبهم وبيطلع يجري بدون حتى ما يعرف هو بيجري على فين، بس وقتها الحيوان ده كان مراقبه وبيفضل يجري وراه لحد ما بيقدر يصيبه بطلقه في رجله، ولما بيوصل له كمان بيكمل عليه وبيفضل يضربه على رجله وايده لحد ما كسحه، وهو بيقول له بتفكر تهرب مني يا حيوان، والله لا أدبك وأعلمك الأدب. وبالليل بنشوفه مربوط وسط المعيز وهو بيحاول يفك نفسه وبيزحف عشان يشرب مية من نفس المكان اللي بيشربوا منه المعيز، وبتعدي السنين أكتر وأكتر وبدأ يتأقلم أكتر وأكتر، بس المرة دي بيكون عاجز برجله، وكانت قمة سعادته لما الدنيا مطرت عليه وأثناء ما هو متدرب المعيز من المطرة وهو بياكل من نفس الأكل اللي بتاكله المعيز، وهو في قمة سعادته لأنه اتعود على كده. وفي عز صمت معيزه بيسمع صوت معيز جاي من بعيد، فبيعدي الناحية التانية من الجبل عشان يتأكد من الصوت، وفي اللحظة دي روحه بترجع له من تاني لما بيشوف واحد قدامه، والمفاجأة الأسعد إنه طلع حكيم، فبيحضنوا بعض هما الاتنين وهما منهارين من العياط. وللأسف وقتها بنعرف إنه ما عرفوش بعض من الشكل، نجيب هو اللي عرف صوته، أما صوت نجيب اتغير لأنه ما بقاش يتكلم طبيعي وكأنه واحد عجوز وعنده 70 سنة. ووقتها بيسأله نجيب وهو منهار من العياط كام سنة عدت عليهم في المكان ده لأنه ما بقاش عارف أي حاجة. فحكيم قال له يلا بسرعة نهرب من هنا، فقال له هنهرب منين وإزاي؟ أنا حاولت كتير وكتير قبلك بس للأسف ما قدرتش. وفي نفس اللحظة بيوصل كفيل حكيم واللي كان جايبه بالغنم بتاعه عشان يرعى في المكان ده، وقبل ما بيسيبوا بيتوعدوا إن هم يشوفوا بعض تاني في المكان ده، بس المرة دي دب فيهم الأمل من جديد ونهار نجيب من العياط من فرحته. وبعدها بفترة بيتقابلوا من تاني وعشان ما يتكشفوش حكيم ساب له رسالة فطلع يجري بسرعة عشان يجيبها، ووقتها بنشوفه انه اتحول لهيكل عظمي. وقال له حكيم في الرسالة انه مات من الضرب في اليوم اللي اتقابلوا فيه، ولكنه كان سعيد انه قابله تاني، وقال له ان في راجل افريقي شغال معاه وعارف الطريق كويس جدا وممكن يساعدنا في الهرب، فدعا ربنا تتم على خير. فبتنزل منه دموع الفرح بعد ما حس بالامل انه ممكن يرجع تاني، وهو ده الافريقي واسمه ابراهيم. وبياخد حكيم لمكان قريب من مزرعة نجيب، واول ما سمع حكيم وهو بيغني روحه رجعت له واتاكد ان مفيش حد في الخيمه فرح له، وقال لهم ابراهيم ان الهروب من الكفيل صعب وان في قدامهم فرصه لازم يستغلوها، ورتب معاهم ان هم يهربوا يوم فرح بنت الكفيل، وده لان بنت الكفيل بتاع حكيم فرحها بعد كام يوم واكيد هيعزم الكفيل بتاعه، وفي الوقت ده هتكون فرصتهم للهرب. وفي ليله الزفاف بيروح جاسر لنجيب وبيديله العشاء بتاعه وبيقول له انه هيقفل المزرعه عشان يروح الفرح وانه مش هيرجع الا بكره الصبح، لو بيقول له في امان الله، ونجيب بيقول له في داهيه تروح ما ترجعك. واول ما بيمشي بسرعه بيجري وبيقلع الجزمه وبيقلع هدومه وبيروح يستحمى من الميه اللي ما شافهاش من سنين،
وبسرعة بيلبس هدومه اللي كان جاي بيها، وللأسف بقت واسعة عليه، فبيقطع حبله وبيربط بيه البنطلون. ومن رحمته بالحيوانات اللي كانت رحيمة بيه، أول ما حس إنه هيسيبهم قعدوا يصرخوا، بس هو ما سابهمش وأكلهم قبل ما يمشي، وبدأ يودعهم وهو حزين لأنهم بالنسبة له كان عشرة عمر، وهو بيقول لهم أنا ماشي ومش راجع تاني حتى لو هموت، لدرجة إن الحيوانات نفسها دمعت عشانه، وهو نفسه تحس إنه ما كانش عايز يسيبهم ويمشي، لدرجة إن حكيم نفسه خد باله إنه متغير وإنه ما بقاش نجيب بتاع زمان. وقبل ما بيمشي بيودع اسم مراته اللي كان حفره في العربية. وفي نفس الوقت إبراهيم حذره إنه ما ياخدش شنطته عشان ما حدش يحس بيهم إن هم بيهربوا، ولكنه أصر وخدها معاه، وبيجري وهو طاير من السعادة وهو مش مصدق إنه هيفارق المكان ده أخيرا، وبتبدأ رحلتهم للمجهول. وبيفضلوا يمشي لحد ما بيدخل عليهم الليل، وبيتعب حكيم جدا وبيعطش، واول ما بيلمحوا مزرعه في طريقهم بيسالوا ابراهيم يطلب منهم الميه، ولكن ابراهيم حذرهم يقربوا من المزرعه لان اصحاب المزرعه هيفكروهم حراميه وهيقبضوا عليهم، ولان حكيم هيموت من العطش فراح يجيب له الميه بدون ما حد يحس. وقتها اصحاب المزرعه بيحسوا بيه وبيفكروه حرامي وبيفضلوا يضربوا عليهم نار، ولكن ربنا بيسترها معاهم ومحدش بيتصاب، بس نجيب شنطته بتضيع منه. والمصيبه الاكبر ان هم ضلوا الطريق اللي كانوا عارفينه لانهم بالخوف فضل يجروا بدون ما يعرفوا هم رايحين فين، ولكن ابراهيم مرضاش يقول لهم عشان ما يخافهمش، بس هم اول ما صحوا من النوم حسوا ان هم تايهين لانهم مشوا كتير ولسه في الصحراء. حتى حكيم هو كمان خد باله ان هم ماشيين في طريق مجهول ولا في اي اشاره لرجل بني ادم ولا حتى لعجله عربيه، ولكن لما سالوا ابراهيم طمنهم وقال لهم ان هم ماشيين باتجاه الشمس، فبيضطروا يمشوا وراه لحد ما نجيب بيشوف ميه، فحكيم اول ما بيشوفها بيريل وبيروح لها بسرعه. وحاول ابراهيم يحذره كتير ان ده السراب، ولكن ما سمعش لحد ما اتصدم بنفسه واتفاجئ بجمل ميت، فاتصدموا لانه اكيد مات من العطش. وفي طريقهم بيتيمموا عشان يصلوا ان ربنا يهديهم لطريقهم وينجيهم، ولكن المفاجاه اثناء الصلاه بيلاقوا التعابين طالعه من تحت الرمل زي الجراد، فابراهيم بيشيل حكيم وبيجري بسرعه وبيقول لنجيب انه ما يتحركش من مكانه لان التعابين كانت محوطاه من كل مكان وبتعدي من فوق رجله، ولكن في النهايه ربنا سترها معاهم. وبعد ما بيرتاحوا شويه بيصحوهم ابراهيم من تاني عشان يكملوا طريقهم، بس للاسف نجيب ما كانش قادر يمشي لان رجله فقفقت من مشي وحافي بعد ما شبشبه ضاع منه وهم بيجروا، فابراهيم بيربط له رجليه وبيكملوا طريقهم لحد ما في لحظه بدا يحسوا كلهم باليأس لانهم مهما يمشوا مفيش غير صحراء، ومن التعب بيقع حكيم، فبيرجع له ابراهيم عشان يشجعه يقوم، ولكن المفاجاه ان حكيم بيمسك فيه وهو بيتهمه انه كان السبب في اللي هو فيه دلوقتي لانه خلاص هيموت من العطش، ولو ما كانش هرب كان على الاقل دلوقتي يقدر يشرب، وبيقع تاني من التعب. اما ابراهيم فكان عنده ثقه في ربنا كبيره ورجع يصلي من تاني، فشالوا ابراهيم وكملوا في طريقهم لحد ما نجيب هو كمان يقع وبدا يحس ان روحه بتروح من العطش، واثناء ما هم مغمى عليهم هم الاثنين بيقف لهم ابراهيم بقميصه عشان يحجب عنهم الشمس، وللاسف كمان من شده عطش حكيم بيضطر ابراهيم يشربوا عرقه لحد ما فجاه حكيم بتجيله حاله نفسيه وبيفضل يجري على اخره وهو بيقول لهم وصلنا الطريق اخيرا، ومهما يحاول ابراهيم ينادي عليه ويهديه ما بيهداش لحد ما بيفقد كل طاقته وبيقع. ولما راح له ابراهيم يطمن عليه ضربه وفجاه بيبدا ياكل في الرمل، وحتى لما حاول نجيب يساعده كان هيخنقه ويموته لحد ما في النهايه بيموت حكيم، فبينهار نجيب من العياط على صاحبه وبيروح يمسك في ابراهيم عشان يحاول ينقذه، ولكن للاسف كانت خلصت. واثناء ما هما الاتنين منهارين عليه من العياط بيلاقي ابراهيم الارض بتغرز بيه واتفاجئ بموجه رمليه غريبه، فرجع بسرعه وراح لنجيب وخده بالعافيه، اللي كان عايز ياخد صاحبه معه ما يسيبوش لوحده، ولانه مش عايز يمشي فشاله بالعافيه، ولكن للاسف برضه الموجه لحقتهم وبيفضلوا ماسكين في بعض لحد ما بتخلص الموجه، وبيلاقي نفسهم غارزين في الرمل وهو بيهدف نجيب لانه لسه منهار من العياط على حكيم ومش مصدق انه مات وسابه لوحده. وتاني يوم الصبح ابراهيم بيحمد ربنا ان هم لسه عايشين، وبيروح لابراهيم وبيشجعه ان هم لازم يكملوا طريقهم، والاول مره بيعيط ابراهيم وهو بيقول له هنمشي لحد ما نموت، وبيفضلوا يمشي لحد ما هم الاتنين في قله اخوتهم تاني، فابراهيم بيطمن على جرح نجيب وللاسف بيلاقي رجله عفنت فبيقلع جزمته وبيلبسها له، وفي نفس الوقت بيشوفوا سحليه بتجري قدامهم، فبيفرح ابراهيم وبيبشر نجيب لان ده معناه ان هنا في ميه. وقتها نجيب كان هيتجنن على الميه، ولكن ابراهيم بيمنعه يشرب لانه لو شرب ميه كتير مره واحده ممكن يموت، فقال له بس شربني واموت، وبيبدا ابراهيم يلمس الميه لشفايفه واحده واحده، وفي النهايه بيفضلوا يشربوا لحد ما بيرووا عطشهم، وفي نفس الوقت بيلاقوا ورقه بسكوت طازه، وده معناه ان في بني ادمين قريبين من المكان ده، وبيفرحوا اكتر وبيطمنوا اكتر ان هم وصلوا للطريق لما بيشوفوا مكان عجل العربيه، وبيفضلوا يجري على اخرهم، ولكن للاسف برضه ما بيكونش في طريق وبتختفي اثار العجل، فبيفقدوا الامل للاسف من تاني. والمفاجاه تاني يوم الصبح نجيب بيقوم بيتفاجئ ان ابراهيم اختفى، وبيكون سايب له ازازه الميه اللي عبوها، وبيكون واضح ان ابراهيم فقد الامل فسابه ومشي رحمه ربنا. اما ابراهيم فبيكمل في طريقه لحد ما بيتعب وبيشرب اخر نقطه ميه واخر تمره كانت موجوده معاه واللي لقوها عند بركه الميه، وبيفضل يعافر ويعافر ويعافر لحد ما بيقع وبيفقد الوعي. بس المفاجاه انه بيكون وصل للطريق اخيرا،
وأول ما بيفوق بيقف في الطريق وبيفضل يشاور العربيات اللي معدية، ولكن للأسف محدش بيوقف له لأنهم بيفكروه مكذوب من شكله، لحد ما ربنا بيسخر له شخصية محترمة. ما هو أكيد زي ما في الوحش في الحلو، وبينزل له بنفسه عشان يركبه. ولكن نجيب أول ما شاف هيئته خاف منه، لا يكون ظالم زي اللي قبله، ولكنه كان شخص محترم، وقال له اركب ما تشغلش بالك بالوساخة يا رجال، وأعطاه موية كمان يشرب لحد ما بيروي عطشه وبيفقد الوعي من التعب، وبياخده كمان لحد مكان عام. فنجيب بيفضل يشكر فيه وهو منهار ومش مصدق اللي بيحصل، وإنه أخيرا رجع للحياة من تاني. وهناك الهنود بيشوفوه فبياخدوه بيحموه بينضفوه، وكمان بيروقوا عليه وبيقصوا له شعره. وأول ما بيفوق سألوه عن أهله، فقال لهم على عنوان ورقم التليفون، وبالفعل بيقدروا يوصلوا لأهله. ومنهم بيعرف إنه اختفى لمدة 4 سنين. وأول ما مراته بتسمع صوته بينهاروا هما الاتنين بالعياط، لأنهم للأسف فكروه مات. وبتبشروا زوجته كمان إنها خلفت نبيل. وبعدها بيروح على الجوازات عشان يعمل شهادة بيانات، لأنه ملوش أي داتا على السيستم. وهناك برضه في الجوازات بيتفاجئ بصورة إبراهيم متعلقة، فبيتأكد إنه مات. وقتها بيزعل جدا عشانه، وبعدها بيصفوا كل المفقودين واللي كان هربان من كفيله عشان الكفلة تتعرف عليهم، واللي كفيله هيعرفوا هياخدوا معاه. ومنهم للأسف اللي بيموت من الضرب. وفي نفس اللحظة بيتصدم نجيب لأنه بيشوف الحيوان ده داخل عليه، فبيحاول يتدارى منه، ولكنه بيعرفه وبيفضل يضرب فيه. وطلع إن ده كله كان من خياله، لأن الحيوان ده لما قرب منه شافه وعرفه، بس ما قدرش يعمل له حاجة ولا ياخده معاه لأنه من الأساس مش كفيله. وبعد ما بيمشي بيترجم له اللي كان جنبه، وقال له إن الحيوان ده ما كانش كفيله وإن هو خطفه من المطار. وقتها بيتصدم نجيب لدرجة إن رجليه ما بقتش قادرة تشيله، وهو منهار من العياط. ولأن كفيله الأساسي ما جالوش فاتسجن 3 شهور، وبعد كده بيرحلوه لبلده. ولكن بالرغم من كل اللي شافه كان نفسه يرجع بالهدايا لمراته وابنه اللي مستنيينه زي ما هو شايف من اللي حواليه، ولكن للأسف بيرجع بخفي حنين وأسوأ من الأول كمان. وبكده تنتهي قصتنا. بس المرة دي مش هقول أتمنى تكون عجبتكم، ولكن هقول أتمنى دي تكون نهاية الظلم. وأشوفكم على خير في قصة جديدة. سلام.